السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أصدقاء صفحتنا وقناتنا الحفنة والتكتيك مع أبو الزيك. أنا أحمد زكريا، أهلاوي مشجع مصري محب للرياضة. بعمل صفحتي وقناتي إن إحنا نتكلم عن الرياضة بشكل محايد، بشكل محترم، ما نظلمش حد، ونعرض كل الأفكار وكل الآراء اللي موجودة على الساحة الرياضية في كل الألعاب، ونتحلل الماتشات الكورة ونتكلم في التحليل الفني، لأن أنا أصلا محلل فني ومحلل أداء. نبتدي النهارده إن شاء الله بخبر مهم جدا: اختيار حسين الشحات أفضل لاعب شارك في كأس العالم للأندية على مر تاريخ اللعبة. إزاي؟ حسين الشحات أكتر لاعب شارك في مباريات وأحرز أهداف في كأس العالم للأندية، وكان مؤثر مع فرقته. لعب مع العين الإماراتي، لعب مع الأهلي المصري، ولعب 17 مباراة، الرقم القياسي الأعلى في مشاركات كأس العالم للأندية. وما شاء الله ولسه كمان كأس العالم الجاي هيلعب، يعني ممكن على الأقل يوصل ل 20 مباراة. لو شارك في الثلاث ماتشات الجايين يبقى عمل 20 مباراة في مشاركاته من ساعة ما بدأ. هيكون رقم قياسي جديد محدش هيكسره غير الفرق او اللعيبه اللي لعبت كاس عالم مرتين ثلاثه قبل كده وكملت لنهائيات كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. لان احنا عارفين كاس العالم الجاي يبقى 32 فريق، هيبقى شبه كاس العالم للمنتخبات، تلعب مجموعات وبعد كده بتصعد نوك اوت اللي هي خروج المهزوم وتكمل لغايه النهائي. طبعا ان شاء الله الاهلي مجموعته ان شاء الله نصعد منها، واملنا في ربنا كبير بالتدعيمات الجديده. وبنسبه التدعيمات هنتكلم في الموضوع دوت ان شاء الله. عندنا 3 مباريات واولهم ضد ميسي في ان شاء الله افتتاح المباراه، وفي كلام كمان ان كريستيانو هيكون موجود في الاهلي لمده شهر اعاره، ونشوف الموضوع ده ماشي ازاي. بمناسبه الاعارات والموضوع الثاني المهم، يعني ان رسميا اصبح احمد عبد القادر وديانج وتريزيجيه لاعبين في النادي الاهلي. رجوعهم من الاعاره ال3 ان شاء الله يبقوا موجودين في الاهلي. في كلام ان عبد القادر عايز يتاكد من مكانه انه يلعب اساسي او لا قبل ما يرجع، لان هو عايز يشارك مع الاهلي، لان قال او طلبوا ان الاهلي يخليه مشارك ويكون موجود بشكل قوي مع الفريق، بالاضافه الى طبعا حمدي فتحي اللي موجود اعاره لمده كاس العالم فقط ويرجع تاني. يعني عندنا 4 لاعبين راجعين الاهلي ان شاء الله: حمدي فتحي لمده شهر بيلعب كاس عالم، وكمان ديانج واحمد عبد القادر وتريزيجيه دول عوده نهائي للاهلي. بخلاف ان في كلام ان كريستيانو رونالدو هيجي موجود، يكون موجود في الاهلي فتره شهر بتاع كاس العالم. بخلاف كمان ان في كلام ان الاهلي بيحاول يخلص مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم. الاهلي لو قدر يخلص الصفقات دي يبقى عنده فريق قوي جدا، وان شاء الله يشارك ويؤثر في نتائج فرقته ومجموعته في كاس العالم ان شاء الله. طبعا احنا مش عايزين نطول عليكم، بس احنا بنسرد الاحداث المهمه. في من يومين ظهر تصريح وبيان قوي جدا من نادي الزمالك، تصريح محترم جدا، بيقول ان نادي الزمالك غير مسؤول عن اي اشعارات او اي بيانات بتخرج من السوشيال ميديا والاعلاميين والصحفيين، حتى ولو كانوا تابعين لنادي الزمالك. بمعنى ان الصفه الرسميه والمصدر الرسمي لاي اشعارات واي بيانات من نادي الزمالك هيكون خارج من نادي الزمالك فقط بشكل رسمي. غير كده كل ده كلام غير موثوق ومحدش يستمع اليه. ده كلام مظبوط عشان خاطر اللي بيتقال ايه، نادي الزمالك عمل قضيه، رفع مش عارف ايه على زيزو، هيوقفوا هيعملوا. لا، الاحترافيه والاحترام بيقول كده، ان انا مصدر رسمي هو اللي بيتكلم عشان يبقى كل كلمه مسموعه وكل كلمه يتحاسب عليها، مش اي حد يقول اي حاجه نمشي وراها. وده كلام مظبوط، لان احنا كنادي كبير زي نادي الزمالك يجب ان يكون كلمته مظبوطه، ومفيش حد يغير في كلام النادي، ومفيش حد يتكلم عن لسان النادي غير اعضاء النادي والناس المسؤولين اللي هم المتحدث الاعلامي، زي مثلا الكابتن احمد سالم او واحد زي كابتن ميدو لو مفوض ان هو يتكلم بلسان لجنه التخطيط بنادي الزمالك او حازم امام او حاجه زي كده. لكن اي حد يطلع يقول اي كلام ما يحصلش او ما نستمعش اليه. طبعا كان في موضوع بتاع الصحفي احمد الخضري اللي كان قال ان الاهلي وشركه الكوره بتجيب صفقات وبتمشي كده وكده، بالمعنى الاصح وقال كده، والفيديو انا رفعته على صفحتي لو حضراتكم حبيتوا تراجعوه. الموضوع ده وصل لغايه
لجنه المجلس الاعلى للاعلام وقرر ايقاف احمد الخضري شهر واحالته للتحقيق علشان اساءته للنادي الاهلي وشركه الكوره ويشوفوا ايه اللي جرى. تبعيات الموضوع ده مهمه جدا، لان ما ينفعش نادي كبير زي الاهلي او نادي الزمالك اي حد يتكلم عنهم بشكل غير اخلاقي وغير منضبط الا اذا كان معاه وثائق رسميه وكلام حقيقي، مش اي كلام بيتقال على السوشيال ميديا وخلاص. واحد بيقول لك صفقات الاهلي بتيجي منين؟ صفقات الاهلي بتيجي من حتت كتير قوي واحنا عارفين، مشاركات ومبيعات ودعايه وشركه كوره واعلانات ورعايه، يعني الموضوع كبير. فما حدش يستمع لاي حاجه غير مظبوطه وغير منتظمه غير لما يكون يعني بالبلد كده مع ورق حقيقي يمسكه ويتكلم بيه، غير كده يبقى يحط نفسه مساءله قانونيه ويخلي شكله وحش ويفقد مصداقيته عند الناس. اهم حاجه نتكلم فيها النهارده هي مشاركات الانديه الافريقيه الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال. في عندنا ماتشين مهمين جدا يوم الجمعه ان شاء الله، الاهلي وصن داونز وبيراميدز واورلاندو. ان شاء الله هنشوف النتيجه هتمشي ازاي، وان شاء الله في تغيير ساعه بكره، خلي بالكم يعني في مواعيد ممكن تتغير، يعني ممكن ماتش الاهلي بدل ما 7 يبقى 8، بيراميدز بدل ما 8 يبقى 9. بس احنا هنتاكد هل الاهلي 7 اكيد، والكلام بيقول ان الاهلي 7 ما فيهوش كلام، حتى لو الساعه اتغيرت يبقى الاهلي 7 وبيراميدز 9 وان شاء الله خير. تمنياتنا للفرقتين بالتوفيق، وانا اتمنى ان يكون النهائي مصري زي ما نهائي القرن كان اهلي وزمالك، طبعا يكون نهائي وبيراميدز، بس طبعا مهما كان بيراميدز قوي مش هيكون زي نهائي القرن الاهلي وزمالك، لان تاريخ الزمالك هو اللي خلى اهميه للبطوله زي الاهلي ما هو خلى اهميه للبطوله. لكن بيراميدز يبقى ماتش تحدي وماتش منافس، لكن مش هيكون بموازاه ومساواه ماتش الزمالك والاهلي في ماتش نهائي القرن. نهائي القرن كان ماتش عظيم، ماتش كبير، ايا كان مين اللي كسب، لكن ماتش قوي بيستند الى شعبيه وتاريخ الفرقتين الكبار. لكن بيراميدز لا ليه شعبيه ولا ليه تاريخ، فانا اتمنى ان لو حتى بقى نهائي مصري الاهلي يفوز، لانها مش من ايه المعجبين بنادي بيراميدز وسياسته، لان سياسته سياسه يعني غير منتظمه، بيتكلموا كلام اي كلام، بيحاولوا يعني يعملوا مشاكل مع الناس زي ما عمل مع الجيش الملكي المغربي لما كان جاي هنا ومنع الجماهير انها تدخل، زي ما بيغلي تذاكر ماتشات الاهلي، وده برضه غلط. بالعكس، انت نادي عايز الناس تحبك، اعمل مع الناس الكويس عشان خاطر الناس تحترمك والناس تحبك، لكن انت بالطريقه دي تاكد ان مفيش حد هيحترمك ويحبك. وده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، وان شاء الله انتظرونا دايما. انا اسف ان كان فيديو امبارح ما عملتش فيديو امبارح، كان في ظروف صحيه كده منعتني، وان شاء الله خير ونشوفكم على خير ان شاء الله دايما. خليكم معانا، ويا ريت تقولوا ارائكم في الفيديو ولايك الجميل وقولوا لنا رايكم ايه. كان معاكم احمد زكريا في قناتنا وصفحتنا الحفانه والتكتيك مع ابو زيد. ليلكم جميل. سلام عليكم.